واش الإخوان والأخوات تحياتي لكم ومرحبا بكم. كيف ما كتشوفوا الإخوان اليوم غادي ندير لكم واحد الرياكت سبيسيال على أكثر اللحظات التي أثارت الجدل في اليوتيوبرز المغرب. وبزاف ديال اليوتيوبرز يعني بسبب واحد الأمور قدروا أنهم يتشهروا. بلا ما نطول عليكم يلا ندوز للفيديو. ما تنساش تدخل داك البايو ودير واحد اللايك لاباج باش كلشي اون فوا نحط شي جديد يوصلك. وايضا دوز عندي اليوتيوب راه حتى هي كندير فيها رياكت. وإلا كان كيعجبك اولا كنتي من محبي الجيمين دوز عندي البلاتفورما ديال كيك غادي تلقاها في البايو حتى هي. راني كندير فيها جيمين وفي نفس الوقت كندير فيها رياكت على بزاف ديال الفيديوهات. بلا ما نطول عليكم يلا نبداو على بركة الله. الموقف الاول من نهار بدا اليوتيوب هو عامر باللقطات اللي داروا البث وخلقوا لحظات اثارت الجدل ديال بصح في السوشيال ميديا، ابتداء من لحظات صادمه وقعت لواحد من اكبر اليوتيوبرز في المغرب. صاحبي ما بغيتش نبين وجهك باسكو انا ما عارفكش انت كيفاش، انا ما كنصورش الناس غير هكا. لوحده من اكثر اللحظات المحرجه في تاريخ البرامج الموسيقيه. ياك واش يزيد ترحموا عليه ترحموا عليه ترحموا عليه يا ولذلك معاكم توارا، وفي هذا الفيديو غادي نشوفوا اكثر اللحظات اللي اثارت الجدل في تاريخ اليوتيوب. وخلينا نبداو بالفيديو اللي دار البوز في الاونه الاخيره ديال عبد الاله مول الحوت. في 2024 غادي ينتشر واحد الكليب ديال واحد الدري اللي مشى فايرل في السوشيال ميديا. وحاجة نورمال صراحة. عبد الإله مول الحوت من بين يعني اليوتيوبرز اولا نقدروا نقولوا بين قوسين من بين الدراري اللي بانوا وتشهروا وداروا واحد القفزة اللي خطيرة صراحة في السوشيال ميديا، لدرجة أنه جاب محبين من جميع أنحاء يعني العالم العربي، ماشي غير من المغرب وإنما من جميع أنحاء العالم العربي. فيديو اللي كان في واحد الكونت ديال واحد تيك توكر سميتو عبدو الجابون، واللي حاليا الاغلبيه فيكم غادي يكون عارفو بمول الحوت. والحاجه اللي خلات الفيديو ديالو ينتشر لهاد الدرجه الكبيره هي انه بدا كيبيع الحوت بواحد الاسعار اللي منخفضه ديال بصح. صراحة راه من بين ربما أول شخص كيبيع الحوت بواحد الثمن اللي ما يمكنش الإخوان، لدرجة أنه بين للمغاربة بأن الخير كاين في البلاد. وبين قوسين يعني راه ممكن أنكم تشريو داك الحوت بواحد الثمن اللي طايح وطايح بزاف. حيت تخيل معايا مثلا السردين اللي موالفين الناس كيشريوه ب 20 25 درهم الكيلو، عبد الاله جاب نهار وليله وهبط السعر ل 5 دراهم فقط. الإخوان واش ما تعقلوش الإخوان أيامات نقول لك في 2002 2000 المهم هادي واحد 15 عام ولا قبل حتى الحوت كان كيدير أصاحبي 3 دراهم 4 دراهم 5 دراهم، إلا غلا كدير بواحد 6 دراهم. مي دابا صراحة واش الفقير ما ياكلش الحوت يا عباد الله؟ حشومة، الفقير ما ياكلش الحوت. ومع أننا كنتعرفوا يعني بأكبر المدن الإفريقية أو الدولة الإفريقية اللي كتنتج الحوت بواحد الكثرة اللي كبيرة بزاف، والشعب ديالها يعني ياكلو بواحد الثمن اللي طالع حشومة. هو السرجين 5 دراهم ماشي 7 دراهم وحده البحر، حنا مدينه ما فيهاش البحر 5 دراهم السرجين اليوم. هادشي اللي خلى يجيه واحد التضامن هائل من كل ركن من اركان السوشيال ميديا، والكونت ديالو في تيك توك يتبلبل بواحد الطريقه عاليه ديال بصح، لدرجه انهم دووا عليه في قناه العربيه، واحده من اكبر قنوات الصحافه في العالم العربي. عبد الإله مول الحوت اسم لا يخفى على سكان مدينة مراكش في المغرب. هو شاب اشتهر ببيعه سمك سردين بثمن رخيص جدا، وصل إلى 5 دراهم للكيلو الواحد بدلا من 10 و20 وحتى 30 درهم. ولكن اللي يكون جانب مشترك ضروري، ما غادي تكون واحد البارتي مظلمه نوعا ما، بحيث في 2025 اتفقوا عليه كاع تجار ديال السوق الجمعي. حاجة نورمال باش أنك تجيب واحد البرودوي اللي كيتستهلك بزاف، ألا هو السردين أو الحوت أون جينيرال، وتبيعو بواحد الثمن اللي طايح. ضروري غادي يجيوك الناس بين قوسين اللي ما كيبغيوش الخير كما نقولوا للناس، أولا الفقراء اللي ما عندهمش باش أنهم يبيعوا، يعني أنهم باش ما عندهمش باش يشريو هذاك السردين أولا الحوت أون جينيرال، وتجيو طيحوا له واحد الثمن اللي صغير اللي 5 دراهم. اللي شحال هادي ما عمرنا شفنا الحوت ب5 دراهم، هاد 10 سنين الأخيرة ما عمرنا شفنا الحوت ب5 دراهم. جا عبد الإله وطيح السوق، ضروري التجار غادي يديروا عليه واحد الندوة اللي خطيرة وخطيرة بزاف. اللي كاينين في مراكش، نتيجه انه دا لهم كاع الكليان اللي موالفين كيديو الحوت بواحد الثمن اللي معين. ولكن ابار هادشي كامل، وكيف ما كنقولوا البلان اللي خلاه ينقز ويولي ترند في 2025 ويوصل الكونت ديالو في تيك توك لاكثر من 900 الف فولور، هي الطريقه المميزه ديالو اللي كيدخل بها في الفيديوهات. بعد دخلتي لاخر 10 الفيديوهات في الكونت ديالو اللي ضاربين ارقام عاليه، فرا ضروري غادي تبقى الدخله ديالهم بهذه الطريقه. السلام عليكم.
الناس تاع مراكش واش تاع الشهداء شحال غزال وصبرنا الشوا رحمنا الله تعالى الله تيبغينا. هادشي اللي خلى الناس كاملين ينساو المحتوى ديال الفيديو ويركزوا فقط في الدخله ديالو. انت بلا بهاد المشيه كلشي على المشيه ديالو. شكون اللي متفق هذه احسن مشيه في التيك توك كامل ومئات من التعاليق اللي في نفس هاد السياق، بل انه ولا ترند. ايوا وراه الحاجه الوحيده الاخوان باش انا نقول لكم الحاجه الوحيده ربي ملي غادي يبغي يشهرك او لا غادي يبغي يعطيك بين قوسين يعطيك الرزق غيوصلوا لك بطريقه غير مباشره. ربي راه معاك، يعني ربي ملي غادي يبغي يشهرك وربي ملي غادي يبغي يعطيك الفلوس راه غيعطيهم لك بواحد الطريقه اللي ساهله ومبسطه. غنعطيكم على سبيل المثال، الا مشينا نبقاو نرجعوا للور واحد الشويه غير واحد العامين دابا، مولات الضحيكه مولات الضحيكه اللي تشهرات في التيك توك ودارت البلباله وصلت للعالميه، يعني ماشي بقات هي في العالم العربي وانما وصلت حتى للعالم اون جينيرال بسبب الضحيكه ديالتها وربي شهرها، يعني من الفقر للغنى، من الفقر للغنى. ومنهم عدد الجزائري وكذلك حتى هو اللي من الضحيكه اللي تشهر في البرنامج بالضحيكه هذه اكثر من 10 سنين ومازال هذيك الضحيكه الناس كيتقاسموها. يعني ربي ملي غادي يبغي يشهرك اولا ملي غادي يبغي يعاونك باش انك دير واحد الفلوس اسهل ما يكون. كيقلدوا يعني غير واحد الحاجه هي انك خدم، ربي غيسر لك الامور سالينا. عشرات من صناع المحتوى ويجيب لاتونسيون ديال اشهر ستريمرز في المغرب. السلام عليكم. عبد الاله قدر يستغل واحد الثغره في السوشيال ميديا ويبروموتي البروجي ديالو اللي عاون به بزاف ديال الناس. تقريبا نفس البلان اللي طرا مع فيرا تقريبا قبل عام من دابا غادي تبان واحد الفكره في التيفي اللي دارت البوز ديال بصح، فكره اللي من الصعب انك تفكر فيها دوز في التلفازه المغربيه. جام شو واحد البرنامج اللي الهدف ديالو يستكشف صراحه من بين احسن البرامج اللي شفتهم صراحه واللي الروابط ديال شحال هادي اللي ما قدروش انهم يستافدوا من هذا البرنامج. وصراحه كاينين بزاف ديال الشباب حاليا في المغرب ما شاء الله عليهم عندهم واحد المحتوى اللي رائع ورائع جدا، رائع ورائع جدا، ومنه الراب المغربي. المواهب الواعرين في الراب والهيب، وهذه صراحه من احسن الحوايج اللي طراو، خصوصا اننا عمرنا شفنا شي برنامج ولا شي لعيبه رسميه بحال هكا دوز في دوزات ويشوفوها ملايين من الناس اللي كيوفروا لهم منصه باش يعرضوا الفن ديالهم لجمهور كبير. بطبيعه الحال الموسم ولا السيزون الاولى عرفت مشاركه 24 مشارك من جميع جهات البلاد، فين كل سيمانه كانوا المشاركين كيدوزوا في برايم كيقدموا فيه لي فريستايل ديالهم ويرابيو قدام لجنه التحكيم فيها اسماء كبيره بحال دي زيدروس وإل جراندي طو. حتى لهنا كلشي كان غادي مزيان والبوبليك كان عاجبو البلان ديال بصح، خصوصا حرك الراب المغربي اللي كان ناعس ديك الوقيته. ولكن في البرايم الثالث فين تقساو النص ديال المشاركين غادي تبدا تبلبل القضيه. الحلقه ولا البرايم كان عباره على باتل راب واحد ضد واحد فين كلشي كان كيتسنى هاد البارتي في البرنامج، البارتي اللي كيكون فيها واحد الحماس كبير في الراب والموسيقى عامه. صراحه انا بعدا من بين الناس اللي عجبني هذا البرنامج هذا، علاش؟ انه كيسقل المواهب الصاعده الشابه في الراب المغربي. والراب المغربي يعني راه ما بقاش واحد الراب اللي كيتجلى غير في العالم العربي او لا وسط المدينه او لا وسط الدوله، يعني مكادريا وسط الدوله المغربيه، وانما اجعل الراب المغربي راب عالمي اون جينيرال. والراب المغربي راه كيقدم واحد الصوره اللي كبيره وكبيره على البلاد صراحه. وهذا البرنامج انا عجبني صراحه كوجهه نظري شخصيه. ولكن كنظن باللي هاد الهضره كامله اللي قلت دابا ما كتنطبقش نهائيا على المشاركين. فيرا ضد سيكس وين اللي بدلوا المنحنى ديال البرنامج في اقل من 5 دقائق، سو كيف ما كاملين عارفينه بالنسبه للناس اللي ما شافوش هاد البلبال. بالرجوله ما نكذبش عليكم، انا الاخوان تفرجت للجام شو البرايم اللي فات، يعني العام اللي فات، راه اقسم بالله الاخوان يعني شوف خلونا من الوجهيات وديك القضيه ديال بين قوسين الجنس اللطيف واللعيبات. شوف فيرا مقود على سيكس وين من الاخر، سالينا الهضره بلا ما نبغيو نكثروا الهضره، سالينا الهضره. غير هذا الكلاش هذا ما تحط مع باطل مع بنت مع دريه، هي عندها ما تقول ماشي ما عندهاش، حتى هي ناضيه في الراب بيرو، هو عنده واحد ستيل ديالو خاص، واحد ستيل ناضي. هو بدا الاول كلاشات لعيبات كذا، جات لجنه التحكيم معاه وكذا. المهم
في البرايم الثالث من السيزون الاولى ديال الجام شو كانوا بقاو 12 المشارك فين غادي يتكلاشاو مع بعضياتهم، والفائز من هذا الكلاش غادي يدوز للبرايم الجاي واللي هو البرايم الرابع. مي وسط هاد المشاركين كانت واحد الدريه اللي فرضات راسها على لي جو وقدرت توصل حتى لهاد المرحله باش تحطها القرعه مع واحد الدري اللي كلشي كان مراهن عليه. حتى البعض كانوا قالوا باللي هو اللي غادي يدي اللقب، ولكن كيف ما كنقولوا تحت الطاوله كانت واحد الهضره اللي مختلفه تماما، بحكم ان البرنامج كيتعرض في التلفازه وكيدوز في القناه الثانيه دوزان فين كيتفرجوا الملايين ديال الناس والعائلات. صعبات القضيه على فيرا باش يحط شي بارز قاصحي لسيكس، وهذا كان الاعتراف ديالو اصلا قبل ما يبدا الكلاش. اصعب مهمه جات لي كونديدا كاملين هو انا، حيت كاينه بوحده اللي بنت بوحدي اللي دري طايح ضد بنت، وإلا كلاش هي بعدا شوف بحال الا قلتي داخل ديك الكلاش اللي انت خاسر فيه او ديبار، فهمتي غادي تدخل غادي تقول لهم هذا راه باضع، بداو يديروا فهمتي باش نجيكم التالي. انا ما طالعش في كلاش، انا طالع نتنص عليه. في وسط البيرفورمانس غادي تكونوا لاحظتوا باللي كيبين الطنز اللي غادي يدير باللبسه والديم اللي غادي يلعب به الكلاش، ولكن سيكس وين كانت موجوده ليه واحده من اكثر اللقطات اللي داروا البوس في الويب المغربي. شكون اللي قيدو ينطر حتى الطمو سلاصطر ما يحطوكش مع دريكم ما شافوا فكر طب عزيز عليا نطرطق اللي جباو اللي تخيل معايا بسبب هاد 5 ثواني واللقطه اللي دارت سيكس وين غادي تبلبل الويب والراب المغربي، وكيف ما شفنا كاملين اللي جوري بثلاثه اتفقوا باش يصوتوا ليها ودوز البرايم الجاي، ولكن على عكس الحكام البوبليك ما عجبوش البلان بالمره، وهادشي باتفاق التوب كومنت في الباج اوفيسيال ديال دوزان. بكل احترام للقرارات ديالكم ولكن راه ختنا ما كانش حتى شي حاجه في هاد الكلاس. صراحه كيبان لي بلي فيرا تظلم بزاف في هاد البرايم، ولكن مع ذلك ربح الحب ديال الجمهور كبير. هذا الكومونتير بالرجوله الاخوان، بالرجوله خلونا ما نعطيوش الشمس بالغربال كيف ما كنقولوا الاخوان. فيرا ناضي، فيرا مقود بالرجوله، فيرا مقود ناضي من الاخر، لا ما نبقاو نضحكوا على راسنا نبقاو نقولوا كذا وكذا. فيرا ناضي من الاخر، سالينا الهضره. وبليس واحد الحاجه انه ربح الجمهور، ثاني حاجه قدر انه يطلع الباج، قدر انه يطلع لاشين يوتيوب ديالو في واحد القفزه اللي رائعه جدا ويستاهل عليها، لانه رابور ناضي من الاخر مع انه صغير في اللاج الا عنده واحد المستقبل اللي ظاهر. الله يسهل عليه. واحد من مئات التعاليق اللي متفقين ان الاقصاء ديال فيرا ما كانش خاص يكون، ولكن خلف الستار فيرا كان كيوجد واحده من احسن واذكى الحركات اللي دازوا في الراب المغربي. نهار فاش تحطت الحلقه ديال الكلاش في الجام فيرا كان موجد واحد الكلاش اللي بعثر الاوراق ديال سيكس وين. وابا هذا شدو كوي هذا شدو ضرب له بوسه سخريه القدر دابا وحلنا مع المقوصه فرحانه قصي وجهي نسيتي بلا انت مقيوصه هدستي نهار البيف خليتي ماماك مفقوصه. الكلاش اللي بالعنوان ديالو كيبين لك بلي غادي يقول كاع داكشي اللي ما قدرش يقوله قدام التلفاز. ما تصورش معايا كميه النجاح اللي وصل لهذا الكلاش في اول ساعات من النشر ديالو، بلان ديال انه يوصل اكثر من 4 مليون مشاهده. لونصات فيرا بواحد الطريقه صاروخيه لدرجه انه تقريبا خدا لاتونسيون ديال البوبليك اكثر من الفائز اللي دا اللقب في البرايم النهائي. ولكن بالرغم من ان سيكس وين ردات عليه بكلاش ثاني، ما نقدروا نقولوا بلي ما خداش نفس الاهتمام اللي خداه فيرا. فيرا قدر يفليبي الكلاش على سيكس وين ويربح من بعده حب كبير من عند البوبليك، على عكس البلان اللي طرا الايمن حقي اللي باقي الناس شادين عليه واحد الجمله اللي يومنا هذا. غادي نبقاو في السيزون الاولى ديال الجام شو في نفس الحلقه ديال الكلاش. قرعه وقفت على واحد جوج مشاركين اللي هما اوطاط وايمن حقي. ايمن اللي تا هو كانوا بزاف ديال الناس هاد الزوج صراحه اوطاط مع ايمن حقي بالرجوله هما في البرايم اللي داز. انا الجوج اللي ما كنتش مراهن عليهم، واخا كل واحد عنده الستيل ديالو وكذا، يميز بالرجوله ناقصين شويه في الراب، ناقصين شويه ما نكذبوش على الله. يعني غير حيت كان كلاش بيناتهم ضروري غيدوز واحد. مي ايمن صراحه هاد الدريري هذا صراحه ما قال والو بالرجوله. يعني وانتم تسمعوا الكلاش، سمعوا واحد النويطه في الكلاش وردوا عليه. امنين انه غادي يوصل بعيد في المسابقه. صراحه كنا كنتنبؤوا انك غتمشي معنا بعيد، مي هذا هو لو شو. ولكن اوطاط بالرغم من انه حط كلاش اللي عادي نوعا ما، بالعكس هربت ليه الكتابه شحال من مره وسط الكلاش، الا انه لعب مزيان على النفسيه ديال الدري اللي واقف ضده، بحال تقولوا خربق ليه كاع دوك الافكار اللي كانت عنده، بلان ديال انه حيد ليه النايفيه وبدا يتوشيه في البادي ديالو، خصوصا مع الانفعال ديال البوبليك اللي كاين تما زاد خربقاتو ديال بصح. ولكن صراحه هادشي كيبقى جزء من اللعبه اللي اصلا قال لهم واحد من لي جوري ديال البرنامج. تقدر تكون مريقل وتدخل شي سطر اللي فيه مثلا تقول ليه غادي نحيد لك الجاكيطه، وكتجي عنده كتقول ليه غنحيد لك الجاكيطه، فهمتيني؟ شي حاجه اللي كتزيد التعبير ديالك، كتعاونو بالموفمون. هادشي اللي خلاه يتلف ويقول جوج كلمات اللي باقي الناس شادينهم عليه ليومنا هذا. ترحموا عليه ترحموا عليه ترحموا عليه يا كان بالك امستردام لحد كامل. بل من بعد خدا قرار باش يحط المايك وينسحب بشكل رسمي. ولكن صراحه من وجهه النظر ديالي وديال شحال من واحد من لي كومونتير كنقول لكم بدا ايمن هو الاول، ولا ما دار ليش دوك البلانات كان غادي يدوز 100%. الدليل تقريبا غادي يدير نفس الحركه ديال فيرا. بوسطه واحد الكلاش اللي كان موجه
حيت بالرجولة الدريري هو ماشي ما عندوش المهم شوف نقول لكم أنا واحد القضية. أنا لاحظتها في الكلاشات كاملة ديال ما بين السيزون اللي فات مع هاد السيزون هادي. بالرجولة كاع لي كلاش اللي كيكونوا يبداو اون فوا هذاك الأول اللي كيبدا الكلاش الثاني الا ما كانش مقود ما كانش ناضي ما كانش موجد غتمشي له الكتابة غيمشي ليه التكست سالات الحفلة الأول هو اللي غيديه من الآخر. بحال مثلا كيما نقولوا كلاش ديال 6 وين مع فيرا بدا الاول عطاها كلاش ناضي، ولكن فيرا قدرات انها هذيك اللعيبه ديال تقيتها في الحنيكات كذا منا قدرت انها تقلب عليه الميس تقلب عليه الطاوله. فهمتوا؟ وهادشي كامل شفناه بالرجوله. نتوما اللي تفرج يعني الجامشو راه غادي يفهم علاش كنهضر. وجه بنسبة كبيرة الأوطار تراك لقاء إقبال كبير مع البيبليك وكاع فليبا داك الكلاش ودارها كسينياتور ديالو. قدر يدير وحده من أحسن الريمونتادات في الويب المغربي. ولكن في جهة ثانية غادي نلقاو واحد الفيديو اللي دار البوس في الآونة الأخيرة. 3 أبريل 2025 داناس غادي يبدا واحد السلسلة كيدير فيها ستريم. داناس هذا بعدا الدراري اللي ما كيعرفش هاد داناس هو واحد الدري اللي المحتوى ديالو صراحة المحتوى اللي رائع جدا، وعنده ربما عنده جوج ديال القنوات. ما انا هي كنشوف القناة ديالو اللي كيدير فيها الستريم ديال كورة يعني بواحد الطريقة الاحترافية ورائعة جدا. يعني كيشد واحد اللاعب كيكونوا يعني بهذا الشيء كله راه غير في يعني بلاي ستيشن او لا في بيسي. كيجيب واحد الدري بحال تقول من الهوات كيبقى يطلع حتى كيوصل أندية كبيرة. صراحة من بين أحسن يعني من بين أحسن اليوتيوبر صراحة اللي شفتهم، وعنده واحد المحتوى اللي زويون. ولكن شوف شنو وقع ليها أول مرة غنشوف هذا البلان هذا. مات ان ريال لايف فين خرج من السيت اب والكومفورت زون ديالو وبدا هاد السلسله فين كيدور ولا كيدير مينيتور على مختلف المدن اللي صراحه حاجه مزيانه. ستريمرز يبداو ينوعوا في ستريمات ديالهم ويكثروا من لي كونسيبت اللي كتزيد تبوستي ستريم المغرب بحال مثلا اي شو سبيد واحد من اكبر ستريمرز في العالم. راكم شفتوا المثال ديال ليتور اللي دار في الصين واوروبا وحتى البرازيل زاد لونصت ليه الكارير ديالو حطم بهم ارقام قياسيه. مهم علينا ناس كيف ما قلنا بدا كيطلق ستريمات فين كيدير فيهم جولات في مختلف البلايص اللي كيقترحوا عليه المتابعين ديالو. منهم انه مشى لواحد البلاصه اللي كتعرفوها مزيان واقيلا. المهم في اول ستريم في هذه السلسله داناس غادي يبدا في البلاصه اللي كيعيش فيها واللي هي فرنسا، ولكن هو مستريمي غادي يطرا واحد البلان اللي في شكل شويه. انا التليفون دو معايا انا فهمتي وما ما كيهمكش واش مرتي ولا ماشي مرتي يا صاحبي. فهمني صاحبي احنا نخافوا تيك توك. لا علاش تخاف اصاحبي؟ علاش ماني شنو كندير كنشفر ما كندير شي حاجه اخويا. صافي تروك. بسبب التصرف اللي صراحه كيبان لي ما فيه حتى شي حاجه، وبالعكس داناس تصرف بواحد الشكل اللي طبيعي لا ما يعرف النيه ديال دوك خوتنا اللي داروا ليه ستريم سنايف في الحقيقه. الا انه الناس اللي كيهزوا الكليبات ردوه بواحد الصيغه ثانيه لدرجه انه كاينين كليبات كيوصفوا ان دوروه في اللايف وداروا ليه شي حاجه. كيبان لي بلي هادوك راه شفار وما كانتش الكاميرا الله يحفظ ما عرفت شنو كانوا غادي يديروا ليه. وعشرات الناس اللي متفقين مع هاد لي كومونتير مي صراحه ما عرفتش وما بانش لي زعما شي حاجه اللي كراف في هاد الفيديو. حتى داناس وقف معاهم عادي، خصوصا داك خونا بدا كيسول شي اسئله اللي ما عرفتش شنو غادي يستافد منها. مي صراحه ما كرهتش نعرف الراي ديالك في لي كومونتير حيت هاد البلان غادي يدينا لواحد خونا اثار الجدل ديال بصح في هاد الفتره الاخيره. في هاد الشهرين الاخيره غادي يبان واحد الكونت في تيك توك اللي خدمات ليه الخوارزميات بطريقه صحيحه، كونت اللي حرفيا كان كيفارمي الفيديوهات بواحد الطريقه هربانه ديال بصح، حيت بلا ما تستغرب فاش تلقاه كيبوستي اكثر من 10 ديال الفيديوهات في النهار. بما انه كيبوستي هاد العدد ديال الفيديوهات فراه ضروري ما غادي يخدم ليه شي واحد فيهم. حسموس واحد النهار غادي يدير واحد الفيديو اللي دار البوس في الويب المغربي. معايا هذا هو عبدو تشيغر، اول واحد ركب على تي ماكس في المغرب هو عبدو تشيغر، واللباس رقم واحد في المغرب هو عبدو تشيغر. كاينين لباسه ولكن هذا هو النمبر 1. ما تصورش معايا شحال تبلبل هذا الفيديو في جميع مواقع التواصل الاجتماعي. ناضوا مئات من صناع المحتوى كيديروا نفس الفيديو اللي كان كيمدح فيه واحد اليوتيوبر اللي كيدير افلام قصيره. بما انه الفيديو مشى فايرل فرا ضروري ما غادي يفارمي هذا الفيديو، وحرفيا الكونت ديالو ولا عامر بفيديوهات كيمدح فيهم عبدو التيغر. والله ما كنضحك، يا ربي شي نهار تلاقى بعبدو التيغر ودير معاه شي فيديو. وبالفعل مول هذا الكومونتير تحققت ليه الامنيه ديالو، حيت من بعد ايام قليله تحسموس بوسطا هذا الفيديو اللي كيبين فيه الفرحه ديالو مع صوره مع عبدو التيغر والام ديالو، الحاجه اللي خلات التعاليق ينقسموا بزاف ديال الاجزاء. وفي بعض الفيديوهات كان كيمدح فيهم بواحد الطريقه اللي غريبه شي شويه. انا يا اخوان هذا هو عبدو تشيغر عليه السلام. شوف تبارك الله هنا قرر باش يقطع الشعر ديالو. وايلي عليه السلام صاحبي، وايلي عليه السلام صاحبي، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انت ما بلانش صاحبي كيفاش عليه السلام صاحبي؟ رديتو راسو نتايا ولا؟ وهي تمدح في واحد الانسان ولكن ماشي عاوتاني توصل لواحد النيفو عاوتاني اللي بين قوسين تهبط من المعنويات ديالك انت. كيفاش عليه السلام اصاحبي؟ الناس راه ربما ما يكونوش كاع ردوا البال لهاد البلان هذا. رديتو راسو راه صاحبي ولا نبي؟
اللي خلى الناس تزيد تورك عليه في لي كومونتير. مي شنو غادي نقول لكم، راه فيه واحد الحاجه اللي اتفقوا عليها بزاف ديال الناس، واللي هي الاقناع السريع. وهذه ام لطيفه رضي الله عنها. بزاف ديال الناس قال لك حماده علاش قلتي عليه السلام؟ مثلا انت لا قلتي لي السلام عليكم تقول لك عليكم السلام او لا عليك السلام. اذا حصموس حاليا باقي كيفارمي في لي ريل وتيك توك، كل مره كيتفرغ لواحد من المشاهير اللي كاينين في المغرب، واخرهم هو الياس المال، وحنا في انتظار المشهور وصانع المحتوى الجاي اللي غادي يدخل في قائمه حصموس. والى هنا الاخوان غادي ينتهي هذا الرياكت ديالنا. نتمنى ان يكون الرياكت خفيف ظريف عليكم. اعطوني الراي ديالكم في هذا الشيء اللي سمعتوا، في هذا الشيء اللي شفتوا، وفي هذه المواقف اللي وقعت مع هاد اليوتيوبرز المغربي. قولوا لنا الاراء ديالكم. ما تنساوش الاخوان تبلبلوها تعاليق، تبلبلوها لايكات، ديروا المتابعه للباج، ودخل عندي اليوتيوب ما تخسر حتى شي حاجه. انستغرام كنتي من عشاق الكيك يعني ستريمر، هبط عندي البايو غتلقى كلشي تمايا. بيس ليكم الاخوان، تهلاو ليا فراسكم، نلتقي في فيديو جديد.